بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يردان على الشيعة الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه ليست جزءا من الصلاة، إنما مجرد دعاء اختياري أن تقوله في التشهد أو لا تقوله أصلا. وأن الصحابة والخلفاء الراشدين كانوا لا يقولونه أصلا. وتخيل واحد بقى عاش حياته دي كلها يعتقد إن هذا هو التشهد. لنكتشف في النهاية، وطبعا بتدور مناقشات مع الشيعة، فحكام إيران وهؤلاء يقولون: أنتم لابد أن تصلوا علينا في الصلاة لأننا من ذرية علي بن أبي طالب. لماذا نتناول هذا الأمر؟ نتناوله لأننا كمسلمين نؤمن أن الإسلام كله يدور حول مركز هو القرآن الكريم، كتاب الله. فنحن كمسلمين إمامنا هو الله سبحانه وتعالى. القرآن كتاب معصوم من الخطأ واجب الاتباع. طيب، رجال الدين الشيعة الذين يقولون أن هم من ذرية علي بن أبي طالب وأحفاده وشيء من هذا القبيل، هم أحفاده ليس أحفاده ليس موضوعا، يقولون لا، بل علي بن أبي طالب هو المعصوم الذي لا يخطئ الواجب اتباعه. فهدفهم هو أن يحل علي محل القرآن، وأما القرآن في عقيدتهم أنه في تحريف وخطأ وغير واجب الاتباع أصلا. فهم يريدون أن يعيدوا كما كان في عقيدة المجوس بيت النار أو بيت الدين أو بيت الكهنة مكان كتاب الله أو القرآن الكريم، بما أنه علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه غير موجود أصلا ومات ودفن وشبع موتا يعني. فقال خلاص نحن ذريته وأحفاده. انت بقى تقول له انت مش ذريته وانت مش حفيده وعلي بن ابي طالب كان يخطئ، اذا انت نصيبي، انت مجرم، انت الكلام اللي ده كله. فنحن نتبع كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ام علي بن ابي طالب؟ دي سؤال جد مهم. طبعا انا اصبت بصدمه شديده انه ولا شيخ يذكر هذه الامور، حتى وانا بقرا كتاب اسمه الا الموده في القربه، صدر قريبا جدا، تاليف ابو عمرو بن النعمان. وجدته يقول إنه القول الذي يوجب على المسلمين أن يقرأوا اللهم صل على آل محمد في الصلاة في التشهد هذا قول شاذ لا يعترف به الإمام مالك ولا الصحابة ولا الإمام أبو حنيفة. فعدت إلى كتاب الإمام مالك وإلى الكتب الأحناف فوجدت هذا صحيح، فالأمر صدمني. تعالوا نبدأ ونرى، وأنوه أني لست فقيه وهذه مسألة فقهية، فهذا الفيديو هو للتفكير بصوت عال وليس للاتباع أو لتقرير حقيقة، لأنه المسألة هنا تتعلق بمسائل فقهية. أنا هقرأ نصوص فقهية كيف كانت تصلي السيدة عائشة وعمر بن الخطاب والصحابة وكيف علمهم الرسول التشهد صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك نقول يجب أن نرجع للمشايخ في هذه الجزئية. تعالوا حضراتكم نبدأ ونرى. طبعا الصلاة الإبراهيمية يا جماعة اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المحمد هم الصحابة، لكن الشيعة يقولون المحمد هم ذرية علي بن أبي طالب يعني. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آل إبراهيم نحن كمسلمين نؤمن آل إبراهيم هم المؤمنين بسيدنا إبراهيم، صحابة سيدنا إبراهيم يعني. لكن في العقيدة الشيعية آل إبراهيم هم ذرية إبراهيم عليه السلام، مثلا اليهود أبو جهل أبو لهب. فنحن في الصلاة نقول اللهم أدخل اليهود الجنة، اللهم أدخل المسيحيين الجنة، المسيحيين أيضا بني إسرائيل بالمناسبة يعني، واللهم أدخل أبو جهل وأبو لهب في الجنة لأنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، لأنه آل إبراهيم وفقا للعقيدة الشيعية اللي كل المسلمين يؤمنون بها الآن والمشايخ يقولونها على المنابر، أنه آل إبراهيم يعني ذرية إبراهيم عليه السلام. فنحن في كل صلاة ندعو لليهود وندعو للمسيحيين وندعو لغيرهم أبو جهل ولا أن يدخلوا الجنة. دي مسألة جد مهمة جدا، من هم آل إبراهيم يعني. طيب تعالوا نكمل. واللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب هنا حضراتكم المؤلف الكتاب أبو عمرو بن النعمان يقول ينسب قول خطير جدا للإمام النووي، يقول أن القول بوجوب الصلاة على آل محمد في التشهد هو قول شاذ. قول ده احنا درسوهن في المدرسة، يعني درسوا لنا في المدرسة قول شاذ، وكل المسلمين اليوم يعني يصلون وفقا لاستنادا لقول شاذ. قول شاذ في مذهب الشافعية لا يلتفت إليه، والواجب عند أصحابنا
هو أن نقول اللهم صل على محمد، ولا نقول اللهم صل على آل محمد. طب إذا قلنا اللهم صل على آل محمد سنة، وهنشاهد هي سنة ولا مش سنة، ولنا وجه شاذ أنه يجب الصلاة على الآل وهذا ليس بشيء. هل النووي ده، أنا طبعا لما قرأت الكلام ده تشككت في أمر المؤلف الكتاب، وتشككت في الإمام النووي نفسه، وبعدين وجدت ان هو بيقول ادي الامام النووي، وطبعا ذكر كثير من فقهاء الشافعيه والفقهاء والكلام ده. اللي عاوز يرجع للمراجع هي حضراتكم موجوده. يضيف قال الامام النووي: اعلم ان العلماء او الفقهاء اختلفوا في وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي نفسه وليس آل النبي. هم مختلفين هل نجب ان نصلي على النبي بمفرده ام لا. طبعا آل النبي موضوع اخر يعني عقب التشهد الاخير في الصلاه. فذهب ابو حنيفه ومالك رحمهم الله والجماهير، جماهير العلماء والفقهاء، إلى أنها سنة. يعني احنا نقول اللهم صل على محمد في الصلاة طبعا، ولا نذكر آل محمد يعني. لو تركت صحت الصلاة. وذهب الشافعي، والشافعي متأخر، وأحمد بن حنبل رحمهم الله إلى أنها واجبة، لو تركت لم تصح الصلاة. عجيب جدا أنه الشافعي وأحمد بن حنبل المتأخرين عن مالك وأبو حنيفة، لأنه المذهب الشافعي هو دمج للمذهب المالكي والمذهب الحنفي مع مدرسة الحديث. يعني المذهب الشافعي ثلاثة أمور: مذهب أبو حنيفة، مذهب مالك، مذهب مدرسة الحديث. وإحنا سنشاهد الآن دي مقارنة هي بين المذاهب الثلاث يعني. فقال لك إن إن العجيب جدا إنه ناس متأخرة تفتي ببطلان الصلاة، بينما المتقدمين كانوا يفتون بأن هي دي الصلاة الصحيحة. يقول: هذا مروي عن عمر بن الخطاب وابن عبد الله رضي الله عنهما، وهو قول الشعبي. يعني الإمام الشعبي في الكوفة نسب لعمر بن الخطاب وابنه هذا يعني. طبعا نحن سنشاهد الإمام مالك بينسب لعمر بن الخطاب وابنه أمر مخالف، وقد نسب جماعة الشافعي رحمه الله في هذا إلى مخالفة الإجماع. يعني الإمام الشافعي خالف إجماع الفقهاء، ولا يصح قولهم، فإنه مذهب الإمام الشعبي اللي هو في الكوفة. ففورا يا جماعة ذهبت إلى كتاب الموطأ الإمام مالك. لابد نرجع للمصدر الأصلي ولا نأخذ معلوماتنا دون وسطاء. تعال نسأل الإمام مالك، وده الراجل كان عايش في المدينة المنورة وتعلم على يد أحفاد الصحابة والفقهاء والعلماء، وكان بيصلي وإمام المدينة كلها وهو عارف ماذا يقال في التشهد. كيف نصلي يا عم مالك؟ هل نقول اللهم صل على محمد في التشهد أم لا؟ وهل نقول اللهم صل على آل محمد أم لا؟ فتعالوا نقرأ ماذا كتب الإمام مالك تحت عنوان التشهد في الصلاة. خلي بالك هنا احنا استخدمنا كلمة التشهد فقط. بينقل عن التابعي ويقال انه من صغار الصحابة، اسمه ابن عبد القاري، يقول انه سمع عمر بن الخطاب اللي هو الخليفة الراشد الثاني امير المؤمنين وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، فقال: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. هنا عمر بن الخطاب طبعا لا يخترع من دماغه، إنما عمر الذي تعلمه من الرسول بيعلمه للصحابة في المسجد وكل الصحابة حضور. يعني إن ننتبه إن هنا عمر بن الخطاب هو الخليفة وليس صحابي قاعد على كوم رمل بيحدث ناس في البدو في الصحراء أو في كذا، لا، ده في مقر الحكم في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مقر الحكم، كبار الصحابة جالسين وكبار المهاجرين، وبيقول ما هو التشهد، وكلهم يوافق على هذا. يعني هذا إجماع الصحابة إن هذا هو التشهد. طيب في يا عم عمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا يوجد. طب مين اللي بيروي عن عبد القاري ده؟ الإمام عروة بن الزبير اللي هو ابن الزبير بن العوام، وهذا تلميذ السيدة عائشة خالته، وهو عروة كان بيكتب. طيب واللي بينقل عن عروة بن الزبير ابن شهاب الزهري شيخ الإسلام في الدولة الأموية، واللي بيروي عن ابن شهاب الزهري الإمام مالك. يعني السند قوي جدا، والواقعة دي معناها أنه ليس كلام عمر، ده كلام إجماع الصحابة أن هذا هو التشهد فقط. طيب ونركز أن رقم الحديث ده 300 يا جماعة، هنحتاج بعد كده رقم بشوية. طيب هنا حضراتكم بعد الإمام مالك قال: وعبد الله ابن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر بن الخطاب هو صحابي مهاجر، يعني كان مهاجر مع أبيه. يقول من فقهاء الصحابة بالمناسبة، يعني أستاذ في الجامعة، يقول: كان يتشهد فيقول: بسم الله
التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طبعا عباد الله الصالحين هم الصحابة والفقهاء والأئمة وأي واحد حتى لو مهندس أو أي واحد في أي مجال صالح احنا بنسلم عليه. شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين، يعني بعد في منتصف الصلاة، يعني مثلا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، يعني كده خلاص إيه الصلاة خلصت. أنت بعد ما تقول هذا التشهد ادعو بقى اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة، اللهم ارحم المسلمين وموتى المسلمين، ادعو كما تشاء. الصلاة خلصت. فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك، يعني بعد الركعة الرابعة يعني أو الثالثة في حالة المغرب. ثم يدعو بما بدا له، يعني يجوز أن تدعو مرتين في الصلاة، في التشهد اللي في المنتصف والتشهد الأخير. فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، عن يمينه، وبعدين يرد على الإمام عن يساره. وكده الصلاة خلصت. في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا يوجد، أمر عجيب جدا. لا. طيب وبعدين بيقول لك على اليمين واليسار كما ذكرنا. طيب الإمام مالك أيضا أتى قال السيدة عائشة كذلك كانت تصلي هكذا، فإنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، نفس عمر بن الخطاب. والسيدة عائشة طبعا من اللي علمها الرسول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقطة، السلام عليكم. الصلاة خلصت. طب مين بينقل على السيدة عائشة؟ عبد الرحمن ابن القاسم اللي هو أبوه القاسم، والقاسم هذا عمته السيدة عائشة، وتربى طفل يتيم في حجرها اللي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو كان بيكتب خلف عمته السيدة عائشة، وبيكتب وبيصلي كل يوم، يعني هو إمام أصلا. واللي بينقل عنه مالك في السند قوي جدا. ثم الإمام مالك يأتي لنا برواية ثانية للسيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، والتشهد خلص. طب الكلام ده مين اللي بينقله؟ القاسم بن محمد اللي هو عمته السيدة عائشة، وتربى في حجرها في بيتها لأنه كان يتيم وهي كفلته، كان يكتب خلفه. اللي بينقل عنه يحيى بن سعيد اللي هو قاضي المدينة المنورة، واللي بينقل عنه الإمام مالك. السند قوي جدا. هنا حضراتكم الباب خلص والصلاة خلصت، والإمام مالك بقى ذهب في أمور أخرى يشرح فيها. تمام؟ طيب هنا الصلاة خلصت وقلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا صلى عمر بن الخطاب، وصلى الصحابة، وصلت السيدة عائشة، وصلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، ودي الصلاة في المدينة المنورة. طبعا كل هذا لم يكتب لنا في الكتب المدرسة. طبعا المذهب المالكي الذي اكتشفته أنه يحارب بقوة من الفرق الباطنية. المذهب المالكي يحارب، والعجيب أنه كتاب موطأ الإمام مالك لا يذكر، يعتقد يستشهد به النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم البيسابوري ولا النيسابوري وأحمد بن حنبل وابن حبان وابن مش عارف مين. يا عم طب والإمام مالك؟ لا الإمام مالك ما نعرف. محاربة المذاهب الفقهية هي التي سهلت لمخابرات إيران وذيولها في المنطقة الانتشار. المذاهب الفقهية حائط ضد إيران وميليشياتها وأتباعها، وهذا الذي نجده في مذهب مالك، وهنجده في مذهب أبو حنيفة. طبعا مذهب مالك أقوى، ومذهب مالك أنا أراه أنه الأهم الاتباع في هذه المرحلة حتى لاعتبارات سياسية. طيب هنا حضراتكم نأتي الإمام مالك قال الصلاة على النبي، اللي احنا نقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم كام؟ 571، يعني بعد التاني كان رقم 300 اللي فاكرين. دي حضراتكم بقى احنا نقول ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دي فرض بالمناسبة كما سنأتي في القرآن الكريم. ودي تقال في الشارع، تقال وانت راكب الأتوبيس المواصلات العامة، وانت بتعمل في الحقل، وانت بتعمل في المصنع، وانت بتدرس في المدرسة. يعني ليست ملزمة ان هي داخل الصلاة اللي هي الركوع والسجود والقيام وكده. تمام؟ طيب. يقول ايه بقى؟ عن الصحابي حميد الساعدي قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ نصلي يعني ندعو لك، يعني
كلمة الصلاة في اللغة العربية معناها الدعاء. قال الرسول: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. يعني هنا الدعاء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فرض، لأن هي في صيغة الصلاة. يعني السيدة عائشة، ولذلك هم بيرفضوا يدرسون هذا في المدارس، إن هذه صيغة الصلاة. لو لاحظتوا إن الإمام مالك ده أول حديث في الباب، يعني ده رقم، لما تفتح الكتاب الصفحة من أعلى هو هذا، ثم رقم 2، ثم رقم 3. وهنا النص إنه لازم تصلي أو تدعو للسيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا، وذرية الرسول هي أبناء الرسول. وطبعا دي في مشكلة، لأن هم مشايخ الباطنية اللي موجودين على اللي بيقولوا إن أهل البيت هم إيه؟ الحسن والحسين وذريتهم، عندهم مشاكل مع أبناء الرسول الآخرين، بيكرهوا أبناء الرسول الآخرين، ما نعرفش ليه، رغم أن هم ماتوا أطفال، يعني ما ارتكبوا جرائم ولا قتلوا أحد في موقعة الجمل ولا قتلوا مسلمين في معركة الصفين ولا اشتركوا، يعني ما اشتركوا في قتل أحد ولا يعني أبناء الرسول في الجنة بإذن الله، وليس على يدهم لا دماء طلحة ولا دماء الزبير ولا حاجة. فيعني إيه مشكلتكم مع أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طردوهم من أهل البيت يعني. وذريته اللي هم أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم الإمام مالك هيرد الحديث الثاني عن صحابي اسمه أبو مسعود الأنصاري. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير ابن سعد: أمرنا الله في القرآن يعني أن نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ كيف ندعو لك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ده هنا هذا الحديث وسنده صحيح طبعا، ده في موطأ مالك، معناه ان هم ما كانوا يقولون في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بدليل ان هم كانوا بيصلوا والآن بيسألوه سؤال خارج الايه، يعني تفسير آية في القرآن كما سنأتي، والرسول ما لم يقل لهم، يعني كانوا بيصلوا بدون هذا، بدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالرسول هيقول لهم ايه؟ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وهنا ليس في هذه الصيغة آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام قد علمتم أنه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب، ثم يضيف الإمام مالك عن عبد الله ابن دينار، وده من التابعين، إمام المدينة المنورة، كان فارسي بالمناسبة. قال: رأيت لأنه الناس اللي بنقول ليه عبد الله بن دينار فارسي، لأن اللي بيزعموا أن الدولة الأموية بتضطهد العجم، ما هو كان إمام اهوت في المدينة المنورة في عهد الأمويين نفسهم. قال: رأيت الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب يقف على قبر النبي فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، يعني يصلي هنا بمعنى يدعو، حتى المحقق بيقول مثلا في نسخة فيه وقاف يدعو لأبو بكر وعمر، نسخة ابن وهب يدعو لأبي بكر وعمر، نسخة روح بن عبادة يسلم على أبي بكر وعمر. طبعا الإمام مالك عنده كتاب، هو ظل يملي هذا الكتاب 20 سنة، فممكن اللفظ اتغير أو شيء من هذا القبيل. يعني دي سبب الاختلافات بين نسخ الموطأ المختلفة، أنه كل فصل، يعني كتاب الصلاة ده 100 صفحة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، ممكن يملي في هذا العام كتاب الصوم مثلا في المنتصف، كتاب الصلاة أو كتاب كذا وهكذا يعني، فممكن، لكن هي نفس المضمون يعني وفقا للموجود في موطأ الإمام مالك. وكذلك هذه الحديث موجودة في البخاري، يعني الحديث أيضا موجودة في صحيح البخاري. تعالوا نشوف ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يجب أن نصلي عليهم، ونحن الآن ممنوعين أن نصلي عليهم. مشايخ الباطنية يرفضون تماما أن نصلي على أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف ما هي الجرائم التي ارتكبها أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أطفال من وجهة نظر مشايخ الباطنية. أنا بسأل مشايخ الباطنية: ما هي الجرائم التي ترون أنتم يا مشايخ الباطنية أن أبناء الرسول ارتكبوها فترتبوهم تمام من أهل بيت الرسول ومن ذرية الرسول ومن نسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له ابن اسمه القاسم. هل سمعتم أحد قال إن القاسم ابن الرسول من أهل البيت؟ لا، ممنوع. القاسم غضبانين عليه، وما الطفل يا عيني يعني لا قتل المسلمين في الجمل ولا قتل المسلمين في صفين ولا أي حاجة خالص. ابن هاني الرسول عبد الله، هل أحد يقول له من أهل البيت؟ لا. لابن هالس إبراهيم. زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا طردوها من أهل البيت، ما أعرفش ليه إيه جريمتها يعني.
رقية زوجة عثمان بن عفان طردوها من أهل البيت. أم كلثوم طردوها من أهل البيت. عندنا يا جماعة 6 من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم ذريته طردوهم من أهل البيت، وقالوا فقط هي أهل البيت فاطمة وأولادها. وأولادها مين؟ الحسن والحسين. طب أم كلثوم يا جماعة؟ قالوا لا، أم كلثوم مش من أهل البيت، احنا غضبانين على أم كلثوم. طب وزينب يا جماعة؟ قالوا لا مش زينب. ما حاجة، أنت أمام ناس تتاجر. فكل شيخ يقول لك أن أهل البيت استنادا لحديث البطانية أن هم علي وفاطمة والحسن والحسين، قل له أنت من شيخ الباطنية. لأن هو يعني لماذا قرأ في مسلم ولماذا لم يقرأ موطأ مالك؟ موطأ مالك أهم من صحيح مسلم مليون مرة، وهذا الحديث موجود في موطأ مالك وموجود في البخاري. ولكن ماذا نقول؟ تعمل عيون عن موطأ مالك، وتعمل عيون عن القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعمل عيون عن صحيح البخاري. ولكن بقى القلب لما بيروح يقفز في أي حديث باطني مدسوس، في عند عبد الرزاق الصنعاني ولا عند الحاكم النيسابوري ولا عند البطخاني، ويقول لك هو حديث الكساء وحديث البطانية، واحنا طردنا أولاد الرسول من أهل البيت، وطردنا أم المؤمنين السيدة عائشة ونساء النبي، كل دول طردناهم كلهم من أهل البيت. إنما إيه؟ أنا بقى حفيد الحسين، أنا من أهل البيت، هاتوا لي الخمس وهحكمكم. أو إيه بقى؟ ما هو شعارهم الآن أتباع إيران، يعني نحكمكم يا نقتلكم. تعالوا نذهب إلى الإمام أبو حنيفة اللي هو مؤسس المذهب الحنفي. كيف كنت تصلي؟ فنجده يقول نفس كلام الإمام مالك. أمر عجيب جدا. احنا لا بنصلي وفقا للمذهب المالكي ولا وفقا للمذهب الحنفي، ورفضوا يدرسوا لنا في المدارس الصلاة وفقا للمالكية أو الأحناف، ودرسوا لنا في المدارس المعتزلة وواصل بن عطاء وبشار بن برد ومين ابن كذا والفرزدق وغيره، إلا لا درسوا لنا كلمة عن مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا ابن حنبل ولا البخاري ولا مسلم. يعني درسوا لنا كل من، حتى المغنيات درسوهم لنا إلا طيب. وهناك حرب شرسة على المذاهب الفقهية. تعالوا حضراتكم هنا كتاب الحجة على أهل المدينة، ألفه الإمام محمد بن الحسن الشيباني. هو كان بيكتب خلف الأستاذ كيف شيخه اللي هو الإمام أبو حنيفة. محمد الحسن الشيباني واحد ممن دونوا خلف الإمام أبو حنيفة، هو أشهر تلاميذه وهو اللي نشر المذهب. هو توفى 189 هجري، يعني وفاته قريبا من بعد 30 سنة تقريبا من وفاة الإمام أبو حنيفة. فبينقل لنا اللي كتبوا خلف الإمام أبو حنيفة. فقال بقى هنا ركزوا، باب إيه بقى؟ التشهد، السلام، الصلاة، يعني 3 كلمات. احنا لاحظنا عند الإمام مالك إنه قال باب التشهد ولم يضع الصلاة ولا السلام بجوارها يعني، لكن هنا هو دمج في يعني عمل تقريب بين البابين أو جعلهم باب واحد، أنا آسف يعني. لكن عند الإمام مالك هتجد إن هم باب التشهد كان باب وباب الصلاة كان باب، وكان بينهم صفحات كثيرة جدا. على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة، ينقل عن الصحابي عبد الله بن مسعود اللي هو فقيه الكوفة يعني أو فقيه العراق، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما هي التشهد؟ التشهد هي التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال أهل المدينة في التشهد، هو بيذكر الكوفة قالت ماذا قالت وماذا قال أهل المدينة. فقال التحيات لله الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تقريبا كلمة واحدة اختلفت أو شيء من هذا القبيل يعني. طيب ثم يورد رواية، طبعا تلاحظوا أنه ما فيش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على الإطلاق يعني. يضيف أنه الصحابي عبد الله بن مسعود قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمني فقال يا عبد الله إذا جلست في الصلاة فقل، ده كلام الرسول اللي بينقله عبد الله بن مسعود، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قلت ذلك فقد فرغت من تلك الصلاة. كده أنت خلصت صلاتك. طب فين اللهم صل على محمد وعلى محمد؟ ما في. إن شئت أن تقوم فقم، خلاص صلاتك خلصت. هو بقى محمد بن الحسن الشيباني يقول وبهذا نأخذ، يعني نحن فقهاء الأحناف نأخذ بهذا، وهي نفس كلام الإمام مالك، نفس يعني هم طبعا مالك وأبو حنيفة ما بيجوش بينقلوا عن الصحابة. وبعدين بيقولوا بقى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن الحسن الشيباني اللي هو تلميذ أبو حنيفة يقول
اختلف الناس في التشهد، وليس في التشهد شيء أوثق من حديث عبد الله بن مسعود، لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره أن يزيد فيه حرفا أو ينقص حرفا، وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. وقد قيل لبعضهم أقول بسم الله، يعني قبل ما أقول التحيات لله أقول بسم الله، فقالوا لا، ما لا تقل، قل التحيات لله، كراهية أن يزيد فيها في التشهد حرفا أو ينقص حرفا. المهم يعني دي صيغة الكوفة وصيغة المدينة، اختلاف في كلمة تقريبا يعني. لكن تلاحظون أنه الكوفة أو المدينة ما فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ده عندنا مذهبين فقهيين، وهنا المذهب الفقهي هو عبارة عن إيه؟ عن تجميع، مش رأي وضع المذهب. زي أنا مثلا، أنا أستاذ لغة عربية، أنا عملت إيه؟ أطوف بين القبائل في الصحراء، أخذ قواعد اللغة العربية، ثم الناس تقول فعلا القواعد التي كتبتها صحيحة، يعني تلقوها بالقبول، فهي تعبر عنه. يعني كما قلنا عمر الخطاب خطب على المنبر والصحابة جالسين لم يعترضوا، يعني هو ما قال عمر يعبر عنه، وهم لو كانوا مكان عمر كانوا قالوا نفس الكلام. طيب تعالوا بقى نشوف الإمام أبو حنيفة يقول احنا خلصنا الصلاة كده خلاص وفق المذهب الحنفي، تمام، واللي بياخذ بفقه عبد الله بن مسعود وفقه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. طيب لكن الصلاة على النبي، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول داخل الصلاة؟ قال لا، عاوز مطرح في أي توقيت تريد أن تقوله، يعني بعد الصلاة وأنت في الشارع وأنت في غيره. إيه صيغة الصلاة عند الأحناف؟ قال أبو حنيفة الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بلغنا نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بذلك مالك بن أنس اللي هو مؤسس المذهب المالكي، ومالك قال العمل عندنا على ذلك، إلا أنه نقص عن ذلك فلم يقل فيه كما صليت على إبراهيم. مختلفين في كلمة، يعني أنا مش عاوز أقف في هذا الموضوع. هنا هتجدوا أن الإمام مالك قدم 3 صيغ للصلاة على الرسول، منها الصلاة على أزواجه وذريته، صيغتين الاثنين. لكن هاجد عند الأحناف أخذوا صيغة واحدة من المذهب المالكي، يعني هم أصلا نقلوها من المذهب المالكي وهم بيقولوا هذا الكلام. طب الصيغتين اللي فيها الصلاة على أزواج النبي وذريته، المذهب الحنفي لم يأخذ بها. لم يأخذ بها إما إنه هي كلمة آل محمد أوسع، يعني لغويا آل محمد هم زي ما أغرقنا آل فرعون، يقول له في القرآن فأغرقنا آل فرعون، يعني كل أتباع فرعون أو جنود فرعون، فآل محمد هم جنود محمد، هم أتباع محمد. فأنا صاحب شركة، فآل صابر آل أنا يعني الموظفين في الشركة، أنا قائد جيش، آلي اللي هم العساكر بتوعي، وهكذا أنا رئيس الدولة، الموظفين والعساكر والمخبرين كل هؤلاء إيه؟ أتباع آل فرعون أو آل كذا. فهمنا القصة؟ طيب المهم كلمة آل أوسع، ولكن ممكن طبعا الآن حصل تحريف في معناها، إن هي مقصود بها علي وإيه وذريته. طيب هنا القرآن الكريم اللي بيوضح لنا أن الله يقول في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعون، يعني يا أيها الذين آمنوا صلوا، هذا فعل أمر فهو فريضة، يعني الله يأمرنا بأمرين، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى احنا أنا فرضين نقول إيه؟ اللهم صل على محمد، الله صلى رسول الله صلى الله ادي واحد عليه وسلم، كده احنا دي فريضة. فأول ما نسمع اسم الرسول لابد نقول صلى الله عليه وسلم، الفريضة كده احنا، ده تنفيذ الآية بالمناسبة. الإمام الشافعي قال لا، بما إنه فيه فرض علينا إن احنا نصلي على الرسول ندعو له، فأحسن وقت للدعاء للرسول إيه؟ هو بعد التشهد داخل الصلاة. تعالوا كده نقرأ ماذا قال، وهنجد الإمام الشافعي رفض يورد روايات الإمام مالك، ورفض يورد روايات الإمام أبو حنيفة. تعالوا كده نقرأ ونشوف. أدي كتاب الأم للإمام الشافعي، هو توفى 150 هجري. هو طبعا الإمام الشافعي دمج بين 3 مدارس، المذهب المالكي، المذهب الحنفي، مدرسة الحديث. أخذ في التشهد بمدرسة الحديث فقط. طيب بيقول إيه؟ الشافعي بينقل عن الصحابي عبد الله بن عباس اللي هو جد الدولة العباسية، الخلفاء العباسيين اللي كانوا بيحكموا في تلك الفترة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كده الأمر الإلهي إنه صلوا على النبي، خلاص احنا صلينا على النبي، سلمنا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه عبارة التشهد. الشافعي يقول
رويت في التشهد أحاديث مختلفة كلها، هذا أحبها إلي لأنه أكملها. يعني هو رفض ياخد صيغة المالك وصيغة أبو حنيفة، رغم أنه مالك وأبو حنيفة أخذوا يعني من أهم. هو هنا بيأخذ عن الصحابي عبد الله بن عباس وهو فقيه وعالم، لكن أبو حنيفة الإمام مالك أخذ عن من؟ عمر بن الخطاب وهو أعلى. ولما رضي ينزل من عمر أخذ من السيدة عائشة أم المؤمنين، ولما حب ينزل أخذ من مين؟ أخذ من عبيد الله بن عمر بن الخطاب. عبيد الله بن عمر الخطاب في نفس مكانة عبد الله بن عباس أو أعلى. يعني هنجد الثلاثة أو الأربعة اللي سند إليهم الإمام مالك من الصحابة أعلى منزلة وفقا من عبد الله بن عباس. لكن البخاري الإمام الشافعي هذه أول رواية في الباب، يعني أول ما تفتح الصفحة من فوق على طول تجد هذه رواية رقم 1، ولم يورد رواية الإمام مالك. لماذا؟ لا نعرف. هنجي الإمام أبو حنيفة لم يأخذ بالرواية بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، أخذ برواية مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الشافعي حتى ما أورد رأي المالكية ولا رأي، لم يوردها على الإطلاق، لا رأي المالكية ولا رأي الأحناف ولا الرد على الروايات الأخرى. اخترع عبد الله بن عباس، لماذا؟ الله أعلم. وطبعا الصيغة صحيحة يعني. أيضا يقول قال الشافعي فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله، يعني نحن لما نسمع اسم الرسول نقول صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن هذه الصلاة ليست جزء من التشهد. يضيف بقى يقول إيه؟ قال الشافعي فلم يكن فرض الصلاة أو الدعاء للرسول يعني في موضع أولى منه في الصلاة. طالما هندعو للرسول فالأولى أو الأحسن أو الفرض أو كذا إن احنا ندعو داخل الصلاة نفسها. ووجدنا الدلالة عن رسول الله بما وصف من أن الصلاة أو الدعاء للرسول فرض في الصلاة. إيه أدلتك يا عم الشافعي؟ قال أنا عندي رواية عن الصحابي أبو هريرة. طيب وعمر بن الخطاب تركوا، السيدة عائشة تركها، عبد الله بن مسعود تركوا، وهم كلهم أعلم من أبو هريرة. يعني خلي بالك إن هو هنا لم يأخذ لا بعمل المدينة ولا بعمل الكوفة، إنما هو هنا أخذ برواية. دي مدرسة الحديث بقى، مدرسة الخبر، وليس بفعل الخلفاء نفسهم. المفروض في الفقه بتأخذ بفعل الخلفاء، ففعل عمر بن الخطاب ملزم يعني. عن أبي هريرة يقول يا رسول الله، سأل الرسول يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ يعني في الصلاة. كلمة يعني في الصلاة مين اللي قالها؟ أبو هريرة. طيب هل قالها أبو هريرة ولا قال منها من؟ لأن هي دي الجملة، إن هو بيسأل الرسول كيف نصلي عليك. مين اللي هنا بيقول يعني في الصلاة؟ العبارة ظنية مش قاطعة أوي. فالرسول قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون عليه. اللي بيروي واحد اسمه أبو سلمة ابن عبد الرحمن. هل عبارة يعني في الصلاة هي عبارة الراوي أبو سلمة أم رواية أبو هريرة؟ الله أعلم. الإخوة المختصين بقى في السند وعلم الحديث يكتبون لنا رأيهم في السند، يعني من الذي قال يعني في الصلاة. ثم يورد الإمام الشافعي رواية أخرى تنسب للصحابي كعب ابن عجرة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة داخل الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السؤال هنا اللي أعلم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أم كعب بن عجرة؟ اللي أعلم بفعل الرسول عمر بن الخطاب أم كعب بن عجرة؟ الأعلم بفعل سكان المدينة والصحابة الإمام مالك ولا الإمام الشافعي؟ والإمام الشافعي هو تلميذ الإمام مالك. لكن أنا لاحظت الإمام الشافعي في مواضع كثيرة في كتاب الأم يورد ما قاله الإمام مالك ويورد ما قاله الإمام أبو حنيفة، وأحيانا يناقش ويعني نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا. لكن هنا في هذا الباب لم يورد روايات المالكية ولم يورد روايات الأحناف ولم يناقش أصلا ولم يرد. يعني هو نزل لصحابة من الدرجة الثانية أو الثالثة، يعني صحابة الصف الأول عمر بن الخطاب، السيدة عائشة، عبد الله بن مسعود، لكن أخذ به صحابة الصف الثاني أو الثالث أو الغير مشهورين. يعني حديث ده أورده البخاري أورد عديد من الأحاديث يعني، لكن احنا بنتكلم حالا في كتب الفقه يعني. قال الشافعي ده الحكم بتاع الشافعي. فلما روي طالما أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد في الصلاة، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة، لم يجز أن نقول الصلاة على النبي غير واجبة. طيب ما هي فعلا هي واجبة فعلا، بس هل داخل التشهد ولا خارج الصلاة كله احنا في الشارع مثلا؟ قال الشافعي
فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلى صلاة ولم يصلي على النبي بعد التشهد يعني فعليه الإعادة حتى يجمعها جميعا. وده أول مرة أحد يفتي ببطلان الصلاة إذا لم تذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإن أغفله أو عمد تركها فسدت الصلاة وعليه الإعادة. طيب لكن الشافعي هيقول إيه؟ لو رجل قال لم يزد رجل في التشهد خلال صلاته يعني على أن يقول التحيات لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ده الصياغة المتفق عليها في المذاهب الثلاثة. طيب وأضاف قال إيه بقى الراجل اللي بيصلي ده؟ وقال إيه؟ وصلى على رسول الله. يعني أنت بعد ما قلت التشهد قلت اللهم صل على رسول الله فقط، ولم تقل اللهم صل على آل محمد. يعني هو الشافعي بيقول لك في الصلاة لابد تقول اللهم صل على رسول الله. طب ولم نقل اللهم صل على آل محمد، إيه الحكم يا عم الشافعي؟ قال كرهت له ذلك، يعني لكن الصلاة صحيحة ولم أرى عليه الإعادة، لأنه جاء باسم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالفرض هو الصلاة على شخص النبي، وليس الآية ليس فيها على آل النبي. طبعا كل الصحابة رضي الله عنهم ولابد نؤمن بهذا ونقول رضي الله عنهم، لأن الله أخبر في القرآن أنه رضي عنهم. طبعا نحن نتناول هذه الأمور لأنه لما ننظر في سورة البقرة يا جماعة، أول ما تفتح سورة البقرة تقابلك الآية اللي بتحدد مركز الإسلام وهو القرآن الكريم. يقول الله في سورة البقرة إيه؟ ذلك الكتاب القرآن لا ريب فيه لا شك فيه، القرآن معصوم من الخطأ، هدى إمام، هدى للمتقين. فإمام المسلمين من؟ القرآن. الكتاب المعصوم الواجب الاتباع القرآن. الشيعة قالوا لا، بدل الكتاب ذلك يعني ذلك علي بن أبي طالب لا ريب فيه هدى للمتقين. علي هو المعصوم الذي لا يخطئ واجب الاتباع. طب علي مات، قالوا ذرية علي بقى زيد وعبيد وفلان اللي موجودين حاليا يعني. فهمنا القصة؟ فده هنا هم اللي حصل جرى حذف القرآن واستبداله بعلي، واستبداله بعلي هنا كمرحلة انتقالية. يعني هو علي غير مقصود لنفسه، هو لا بيحب علي ولا حاجة، هو عاوز بس يعني ياخدك مرحلة انتقالية وبعد كده يقول لك اتبعني أنا الآن الذي بعيش في القرن الإيه بعد 1400 سنة من الإيه من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بنقول القرآن الكريم بيقول آل محمد هم الصحابة وليس ذرية الحسن والحسين، ولا بد يكون الآل هم معاصرين للرجل. فالله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأغرقنا آل فرعون، يعني أغرقنا جنود فرعون، وليس ذرية فرعون وأحفاده أصلا. ولما تحب تعرف أي معنى كلمة يا جماعة لابد تعرضها على القرآن، ابحث قول كلمة كذا من الآيات التي وردت في القرآن في معنى كذا، ابحث على جوجل يطلع لك آيات القرآن. دعك من المفسرين وهيلخبطوك لخبطات شديدة. القرآن واضح ولا محتاج اللخبطات بتاعتهم. الله يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون، يعني من جنود فرعون ومن شرطة فرعون ومن مخابرات فرعون وليس أحفاده يعني. الله يقول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم، فاللي كذب من آل فرعون اللي هم الأحياء الموجودين. الله يقول فالتقطه على سيدنا موسى وهو طفل، فالتقطه آل فرعون من البحر، يعني آل فرعون هنا جنود فرعون وموظفين فرعون وليس أولاد فرعون اللي بيلعبوا ولا أحفاده يعني. الله يقول ولقد جاء آل فرعون النذر. آل فرعون هنا مين؟ قوم فرعون اللي هم الخاضعين لفرعون. لقد جاء آل فرعون النذر، وليس أحفاد نسل فرعون يعني. أيضا الله يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون جنود فرعون. الله يقول قال رجل مؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون. طبعا الرجل المؤمن هو ليس من عائلة فرعون، ده موظف أصلا، موظف في القصر بتاع فرعون يعني. الله يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا اللي بيعذبوا من؟ عساكر فرعون وأتباعه والمنفذين لتعليماته اللي هم الحزب بتاعه المؤيدين له يعني. تمام؟ وليس أحفاده، ممكن يكون أحفاده أسلموا أصلا. الله يقول إيه؟ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. آل لوط المؤمنين بلوط وليس ذرية لوط لأنهم أصلا لم يولدوا يعني. هنا الله يقول قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجيهم أجمعين. آل لوط كل المؤمنين بلوط، أقاربه أو غير أقاربه يعني. فالآل هو كل من لك سلطة عليه ويمتثل يعني ينفذ أوامرك وتعليماتك. إذا أنت فرد عادي فأنت الآل بتوعك زوجتك وعيالك. لو أنت شيخ القبيلة فالآل بتاعك أبناء القبيلة. لو أنت وزير في الحكومة فموظفي الحكومة هم الآل التابعين لحضرتك يعني. إلا امرأته قدرنا أنها لمن الغابرين يعني. فلما جاء آل لوط المرسلون، نلاحظ أن القرآن دائما الآل هم
الأشخاص الموجودين في حياة الشخص. فإذا مات الشخص ولم يعد له سلطة عليهم ما عادوا هم الآل بتوعه. ده اللي أنا لاحظته في القرآن، وإحنا هنجدها بعد قليل. مثلا هنا الله يقول اعملوا آل داود شكرا. هيعملوا إيه؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا، يعني موظفين الحكومة اللي شغالين عند سيدنا داود، وليس زوجة سيدنا داود، وليس أحفاد ونسله اللي هيجوا بعد 1000 سنة. طبعا زوجة سيدنا داود بما أنه له سلطة عليها فهي من الآل أيضا، يعني السيدة عائشة من أهل البيت لأنها زوجة الرسول، وهي من آل محمد لأن هي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا حضراتكم الله يقول إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما، نركز في فعل ترك آل موسى وآل هارون. ترك يعني إيه؟ يعني هو موسى أصلا مات، يعني آل موسى غير موجودين ماتوا الله يرحمهم، وآل هارون ماتوا الله يرحمهم. لما نقول النهاردة ترك آل عمر بن الخطاب، يعني اليوم في أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجودين. هل هم آل عمر بن الخطاب؟ لا، هم ذرية عمر. فلما نقول ما ترك آل عمر يعني آل عمر بن الخطاب ليسوا موجودين، اللي هم أولاد عمر يعني وزوجاته وكذا يعني. تمام. الله يقول لسيدنا يوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. آل يعقوب هنا هنلاحظ أن آل يعقوب ما قالش أهل بيت يعقوب على الإطلاق، قال يعني المؤمنين بسيدنا يعقوب. وطبعا يعقوب سيدنا يعقوب حي أصلا. أيضا في قصة سيدنا زكريا يقول وإني خفت الموالي من ورائي، اللي هم أقاربي يعني، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرث العلم يعني، ويرث من آل يعقوب. آل يعقوب هنا موجودين يا جماعة ولا ماتوا؟ ماتوا. واجعله ربي رضيا. طب لأنه هو بيقول إيه؟ يرثني ويرثوا، اللي بنورثهم مين؟ أموات. لو قال يعقوب هو سيدنا زكريا من آل يعقوب، لا، هو من نسل يعقوب، هو من ذرية يعقوب، لكنه ليس من آل يعقوب. هيورثهم إزاي يعني؟ فهمنا القصة؟ ده معناه أنه مات اهوت بدليل. وتجد أنا لاحظت هذا، أن القرآن لما بيستخدم الآل الشخص أن هم معاصرين له، فلو مات بيبقى خلاص أو يرثهم، أو في الآية السابقة ترك. الله يقول في القرآن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. تلاحظوا أن ربنا قال اصطفى آدم، ما قالش آل آدم، لأن هو كان آدم أبو البشر الوحيد يعني، ونوحا لأنه نوح أيضا كان العدد اللي معاه قليل يعني. تمام. وآل إبراهيم وآل عمران، المؤمنين بآل إبراهيم والمؤمنين بآل عمران. في الآخر في كتاب تاريخ رقة عن الإمام عبد الملك بن صالح بيسألهم بيقولوا من آل محمد؟ فجاوبوا أحد تلاميذه كل من آمن بمحمد. قال كذلك قال الصحابي مالك بن أنس اللي هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا حضراتكم الناس اللي بيقولوا طب ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه دول ناس عاديين، فيهم الصالح وفيهم الطالح. يقول الله وإذا ابتلى إبراهيم، ربنا ابتلى إبراهيم قال له إيه؟ إني جاعلك للناس إماما. فسيدنا إبراهيم سأل طلب من الله، قال ومن ذريتي، يعني يا رب ذريتي وأحفادي يكونوا أئمة. فربنا رفض، قال لا ينال عهدي الظالمين. فلماذا الله سبحانه وتعالى أورد لك هنا إنه سيدنا إبراهيم اللي هو إمام الناس وأبو الأنبياء طلب إنه يجري توريث الصلاح لأولاده جميعا؟ ربنا قال له لا، اللي هيكون فاسد من أولادك، ما هو في أبو جهل من أولاده وبني إسرائيل من أولاده، دول لن ينالوا عهدي. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم من ذرياتهم صالحين ومن ذرياتهم فاسدين. فأنت ليه هتجعل ذرية علي أحسن من ذرية إبراهيم؟ وإبراهيم عليه السلام نبي الله معصوم من الخطأ وهو أفضل من علي. طبعا يا جماعة أهل البيت هم نساء النبي. أي واحد يقول لك أهل البيت علي والحسن والحسين اعرف إنه شيخ باطني، لأن هو بيتجاهل القرآن الكريم. أنت شوفوا الآية بتقول إيه؟ يا نساء النبي، والآيات طويلة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنا يا جماعة هو ربنا بيقول لسيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين وقرن في بيوتكن ولا تتبرج يا علي تبرج الجاهلية الأولى. يعني انتوا الناس المشايخ اللي بيستعبطوا، أنا مش فاهم يعني. ما هو كلام ربنا واضح يا مشايخ الباطنية، ده الكلام واضح. يقول لك ما هو أهل البيت هنا، ما هو لا يوجد آية في القرآن اسمها أصلا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذه مجرد جملة من الآية 33 زي ما احنا شايفين. الآية الثانية واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الخطاب بيخاطب كله نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
فأهل البيت هي السيدة عائشة وزوجته، واللي بيعاديهم هم المفترين بقى اللي بيعادوهم ولا بيرموا يعني بيشنعوا عليهم يعني. وطبعا احنا التردد وامهاتنا طبعا فهمنا القصه يا جماعه. فانتم تشاهدون احنا امام شغل استهبال يعني. وده القران بقى واحد يجيب لي حديث البطانيه وحديث الملايه يا جماعه بلاش بقى والله حرام يعني. يعني انتوا عايزين تلغوا ايات القران الكريم عشان راوي منكر مجهول بيروي مناكير اسمه مصعب بن شيبه بيروي حديث في صحيح مسلم انه اهل البيت هم بتوع البطانيه؟ اما الرسول اخذ اطفال كسر في البطانيه يعني وضع عليهم البطانيه في الشتاء يعني. انت بيقابلك عيال في الشارع وبتاخدهم تحت العبايه يعني وبتدفيهم وتقول اولاد حبايب بقى خلاص هيرثوا فيك يعني. الله يقول وحرمنا على موسى يعني حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت اخته هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم؟ يعني اهل بيت يرضعونه اللي هي ام موسى، وليس المقصود هنا اولاد عم موسى اللي هيرضعوه يعني ولا احفاد موسى يا احفاد اولاد عمه يعني. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. زوج سيدنا ابراهيم قالت يا ويلتي ألد وانا عجوز؟ فالملائكه قالوا لها اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. فاحنا هنجد في هذه الايه من صفات اهل البيت ان هي بتلد. يعني هنا اهل البيت مين؟ هي بتلد اللي هي زوجة سيدنا ابراهيم. طب في قصه سيدنا موسى اهل البيت مين؟ ام موسى بترضع. طيب في الآيات اللي هنا على زوجات الرسول إيه صفاتهم أهل البيت؟ إن هي لا تتبرج. في حدود علمنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل ذكر ربنا قال له لم يقل له لا تتبرج لا هو ولا الحسن والحسين يعني ولا هو بيرضع كما في أم موسى ولا هو بيلد كما في زوجة إبراهيم. يعني أنا بريك إزاي مشايخ الباطنية يقومون في تزوير عقيدة المسلمين عن عمد ويعني يعرف الحديث اللي موجود في صحيح مسلم ويريد من حديث موجود في صحيح مسلم أنه ينسف به 3 آيات من القرآن ويمحيها ويبطلها تماما. ما وجدنا تكبر وتجبر أكثر من هذا من ناس ملتحين. احنا بنقول الحسن والحسين وأي شخص أبيض أسود أحمر أبيض رومي فارسي أفريقي أيا كان كلهم متساوين. الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الحسين يوم القيامة سوف لن يقول أنا ابن فاطمة ولا أبي علي، هيلقى كتابه وهيبقى في حساب، وإذا عمل صالحا دخل الجنة، إذا عمل غير ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي في شأن الحسين وفي شأننا وفي شأن كل الناس. ما في واحد يأتي يوم القيامة. الآية تقول فلا أنساب بينهم، والآية هنا لم تستثني أحد، لا قالت ذرية محمد ولا قالت ذرية فاطمة ولا ذرية علي. فاحنا مش عاوزين ناس تقعد تألف وتقعد يعني يبطلوا آيات من القرآن الكريم استنادا للراوي زيد والراوي عبيد والراوي نطاط الحيط اللي هم رواه باطنيين بيكذبون القرآن الكريم والعياذ بالله. طبعا عبد الله بن سبأ هو اللي أدخل مفهوم أهل البيت، وأنا لا أريد أن أكرر هذا، وبإذن إن شاء الله أعمل حلقة موسعة أضم فيها كل هذه القصة بإذن الله إن شاء الله. الدليل على كده يا جماعة لما قتل عثمان بن عفان المسلمين انقسموا لمسلمين سنة اللي هم اسمهم العثمانية، وأنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هم كانوا قتلوا عثمان وبعدين قالوا احنا شيعة وبعدهم ما كانش قتل عثمان. يعني أنصار علي كانوا مجموعات أو أحزاب، والأحزاب دي تقاتلت فيما بعض بينهم وكفروا بعض من لهاش علاقة. فهنا معركة الجمل هي بين السيدة عائشة اللي تمثل أهل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتمثل المسلمين السنة، وبين علي بن أبي طالب وأولاده، ومش عايزين ندخل في القصة. طبعا اللي حصل أنه المسلمين استنكروا كيف يجري إعلان الحرب على أهل بيت رسول الله وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل بيت الرسول اللي هي السيدة عائشة. فبدأ الباطنيين يقولوا لا ده علي هو أهل البيت وبدأ المهم علي بن أبي طالب نفسه ما قال هذا. طبعا أنت بتجد اليوم اللي بيقولوا احنا مسلمين سنة هم أصلا شيعة ومش عارفين يقولون علي هو أهل البيت. علي أهل البيت إزاي يا ابني؟ أنت عندك القرآن مش عاجبك القرآن؟ تذهب لصحيح مسلم ولا رواية في المسند أحمد ولا راوي زيد ولا عبيد ولا نطاط الحيط قال مش عاجبني القرآن ومش عاجبني ان السيدة عائشة أهل البيت ومش عاجبني ان أولاد الرسول هم أهل البيت، وراح يقول أهل البيت هم الحسن والحسين وليس القاسم بن الرسول ولا عبد الله بن الرسول ولا إبراهيم بن الرسول رضي الله عنه. فماذا نفعل؟ ما هو ده السؤال يا جماعة. احنا كمسلمين بنسير خلف القرآن، قال الله وليس قال الراوي زيد وعبيد ونطاط الحيط. المهم وبعد كده بدأوا يعملوا تشنيع على سيدنا معاوية انه علي هو أهل البيت ومعاوية ليس من أهل البيت. المهم وبعد كده تجد مسلم سنة لما يقول لك الحسين ولا يزيد مين على صح؟ الحسين. لماذا؟
فيقول لك اصله من اهل البيت، اصله حفيد الرسول. طب ايه علاقه؟ ما هو ربنا في القران بيقول لك فلا انساب بينهم. ما هو اللي اشرف نسبا من سيدنا الحسين مين؟ اللي اشرف نسبا من سيدنا الحسين هو ابن سيدنا نوح. ابن سيدنا نوح ابوه نبي، ابوه رسول يعني اصلا. فاحنا الصحابه كلهم مع سيدنا يزيد ولم يتبعوا الحسين، فاحنا نسير خلف الصحابه، صحابه الرسول، ولا خلف الحسين؟ عقيده المسلمين الصراحه نسير خلف الصحابه، والصحابه صاروا خلف يزيد. عقيده الشيعه لا، ان الحسين بالدم وهو امه فاطمه، وفاطمه ابنه الرسول، فاذا هو على حق بسبب ايه؟ الدم. فدي عقيده الشيعه. انما انا بستعجب ان المسلمين سنه يقولوا احنا ضد الصحابه وضد يزيد، ويزيد اصلا يؤيد الصحابه. الامام البخاري تناول هذا وقال ايه يا جماعه في بيعه يزيد؟ بعث معاويه، سيدنا معاويه والي المدينه مروان بالمدينه ليبايع يزيد، فقال حتى يجيء سعيد بن زيد، ده من اكبر 10 صحابه، اللي هو متزوج اخت عمر بن الخطاب، الذي ادخل عمر بن الخطاب الاسلام، سيد اهل البلد. فانت الصحابه وكله. فجاء المهم ثم ماتت ام المؤمنين ميمونه، فاوصت ان يصلي عليها سعيد بن زيد. ده الامام البخاري بيقول لك كل اللي اخذ البيعه في مسجد الرسول، اهل الشورى في الحل والعقد في المدينه، بايعوا يزيد، ما بايعوا الحسين، والحسين كان امامهم بالمناسبه وكان موجود في المدينه، رفضوا ان يبايعوه. فالشيعه خلاص، الشيعه بيقول لك احنا خلف الحسين عشان الدم المقدس او الدم الازرق او النظريه بتاعتهم. لكن انت كراجل مسلم، احنا بنسير خلف صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصه نوح، نادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي، وربنا قال له انه ليس من اهلك، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. احنا الاسلام رابطه القرابه لا تنفع مع انك ترتكب خطا او تفعل شيء، ننتبه لهذا. طبعا تناولت هذه الامور في حلقه اخرى، ان المختار الثقفي هو اللي حرف اهل البيت، وضح احاديث كثيره جدا في هذا الامر، والامام البخاري كتبها في كتابه التاريخ الكبير اللي عاوز يقف في الشاشه، وفي تاريخ الطبري بيذكر هذا، وتاريخ الطبري بيذكر ازاي ان هو بدا يقول اهل بيت النبي هم اولاد علي اللي هو محمد بن الحنفيه. وفي تلك الفتره ظهر حديث البطانيه، حديث البطانيه ظهر في الكوفه، و بنجد صحيح مسلم للاسف بياخذ الروايات الباطنيه ويقول صحيحه، واعتقد ان هذا يعني عن حسن نيه منه. هنا مسلم بيروي حديث غدير خم، الامام البخاري يقول موضوع لكن مسلم قال صحيح، واللي الشعب يقولوا صح. المهم، وبدا مسلم يقول من هم اهل البيت، وبدا ياتي على رواه ترك القران خالص، وبدا يقول قال حسين من اهل بيته يا زيد، يقول للصحابي اليس نساء من اهل بيته؟ يعني هنا تشكيك في انه هل فعلا اللي القران بيقوله صح، ان السيده عائشه وباقي زوجات الرسول من اهل البيت ولا لا؟ احنا مش مصدقين القران، فانت بقى قول لنا يا زيد عشان احنا مش عارفين القران. وطبعا الاسناد مضروب يعني. فقال نساؤه من اهل بيته، ولكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده. وبدا يعني ايه يقول ان نساء هم من ضمن صحيح، ولكن هندخل ال علي وال عقيل وال كذا. وبعدين الحديث الثاني في مسلم طرد امهات المؤمنين خالص من اهل البيت واولاد الرسول، وقال انه اهل بيته مين؟ شوفوا الكلام بالاحمر، قلنا من اهل بيته يا زيد؟ النساء. بنقول نساء، لا وايم الله، ان المراه تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها واهل بيت. يعني ده الراوي هنا يا جماعه طرد كل زوجات الرسول من اهل البيت، وقال لك الراوي ده قال لك انا ما بعترفش بالقران. وللاسف الامام مسلم قال الحديث صحيح. طب يا جماعه الحديث ضد القران اصلا، ده حديث باطني، ده حديث بيلغي القرآن وبيضع مكانه بني هاشم. وبعد كده طبعا الإمام مسلم هياخد بيه حديث الكساء والبطانية اللي هو يضع علي وأولاده مكان القرآن للأسف. طبعا هنا نشط واحد من أحفاد سيدنا علي اسمه أبو هاشم، اسمه عبد الله، كان يتبع السبائية. وطبعا بدأوا أبو هاشم هذا اللي هيأسس الدعوة الهاشمية التي تقيم الدولة العباسية. هنا بقى زر بن حبيش منسوب له أحاديث عن أهل البيت وإن هم أحفاد علي وكلام من هذا القبيل لا نريد أن ندخل فيها. في لسان الميزان بن حجر العسقلاني يقول حديث الفضائل هذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأما الفضائل فلا يحصى كما وضع الرافضة في فضل أهل البيت. وطبعا جاءت الدولة العباسية وثبتت الكلام ده، وهي طبعا وأدى ذلك إلى نشأة بقى الدول. حضراتكم نشأ عندها الدولة العباسية، وأدى ذلك إلى دولة القرامطة، دولة البويهيين، دولة الحمدانيين، دولة الفاطميين، دولة الحشاشين. كل هذا ببركات تحريف مفهوم أهل البيت من القرآن الكريم وتزويره تدريجيا، يعني إلى وصلونا للكوارث التي نعيشها حتى اليوم، وتشريد الشعب العراقي والشعب السوري والشعب اليمني، وربنا يستر على باقي الشعوب الإسلامية. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام ننوه
لأنه هذه الحلقة تتعلق بموضوع فقهي، فأرجو من الإخوة الفقهاء اكتبوا في التعليقات المذاهب وهذه الأمور. يعني أنا أقول لا تتبع ما جاء في هذه الحلقة، لأنه الفقه ممارسة ولا يؤخذ من الكتب. خلاص، يعني احنا لا نتحدث في تاريخ الأئمة، نتحدث في مسألة فقهية، وأنا عرضت ما قاله الفقهاء، وأيضا كل ما قلت يحتمل الخطأ فلا تتبعوه. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك. هنا فيديو سابق أنا عملته عن نظرية أهل البيت، أرجو مشاهدة الفيديو، وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.